السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكل متابعي قناة محمد الحجاج عاشق الكيان في كل مكان وزمان. حلقتنا أخبار الأهلي والزمالك ودور ال 32 أبطال الدوري والكونفدرالية. مناقشة وتحليل خارج الصندوق عن الصفقات والتعاقدات وإدارة الأهلي. فنبدأ حلقتنا، فضلا وليس أمر تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بذكر الله، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. طبعا بعد وصول فريق الاهلي بالطائره الخاصه امس يوم 13 اللي هم وصلوا الى نيروبي في امان الله. فاليوم السبت طبعا كان في تدريب على الملعب فرعي، لان الملعب الرئيسي اللي هيتعبوا عليه طبعا كان في مباراه اللي هو الشرطه الكيني مع الزمالك في الكونفدرالية، واللي انتهى بواحد صفر للزمالك. وطبعا برضو كان في لقاء بعديها ما بين بيراميدز مع الجيش الرواندي، واللي قعدوا مغلوبين 1-0 بالهدف اللي سجله من نيران صديقه محمد الشيبي في احمد الشناوي، الى ان تعادلوا في اخر الشوط الدقيقه 86 من الشوط الثاني. وبكده كانت نتيجه ايجابيه 1-1 بالنسبه لبيراميدز والجيش الرواندي. بكره باذن الله طبعا هيبقى مين؟ هيبقى الاهلي مع جورماهيا، مباراه مهمه الساعه 3 هتكون عصرا على نفس الملعب اللي قامت عليه مباراه الزمالك في كينيا. ومباراه مهمه جدا جدا جدا، وباذن الله الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه عشان يقدر خطوه بخطوه نوصل لدور المجموعات. ونتمنى التوفيق باذن الله للاهلي وللفريق باذن الله لل 13 يا اهلي. المستحيل ليس اهلاوي. إدارة الكرة في الأهلي أخفقت في ملف التعاقدات في كم مرة، ولكن في عصر المال والاحتراف والفلوس اللي بقت مع المنافسين وظهور بيراميدز بقوته الاقتصادية دي، واللي كل همه يحرمك من أي صفقة بأي تمن، الإدارة اللي قدرت وجابت صفقة القرن إمام عاشور، أحسن لاعب حاليا وكلنا فاكرين كواليسها كويس. وقبلها قدرت تتعاقد مع مروان عطية رغم دخول الزمالك وبيراميدز في الصفقة بكل قوتهم، وبقى أهم وسط ملعب في إفريقيا. ومن قبلهم الاتنين ما ننساش صفقة القاضية ممكن محمد مجدي قفشة اللي قدرت تخلصه من قلب بيراميدز وأصبح من أهم نجوم الجيل الحالي. الإدارة اللي قررت تتعاقد مع حسين الشحات اللي كان نجم العين الإماراتي ومكسر الدنيا في بطولات آسيا وكأس العالم للأندية، ودلوقتي بقى أهم لاعب في فرقتك كلها. الإدارة اللي جابت بيرسي تاو من الدوري الإنجليزي وكلنا انبهرنا وسقفنا ساعتها، وساهم معاك في أكتر من بطولة، ولو رجع لمستواه هيبقى نجم الموسم القادم إن شاء الله. وأليو ديانج والقندوسي اللي مرتضى منصور كان بيتراهن عليهم، وصفقة الجوكر عمر كمال اللي كان أصلا الزمالك مخلصها وفي الآخر أصبح لاعب للأهلي. الإدارة اللي خلصت رضا سليم اللي كان مكسر الدنيا في المغرب وأصبح من ضمن أهم أجنحة الفريق ويستحقها. وبعد فترة إخفاق في ملف المهاجم قدرت تجيب مهاجم أوروبي سفاح وفي نفس الوقت يتسجل محلي
زي الفلسطيني وسام أبو علي، ويساهم في الفوز بأصعب دوري في تاريخك. ودلوقتي قدرت تجيب عمر الساعي مستقبل خط النص في مصر، وأشرف داري ويحيى عطية الله، نجوم دوليين أساسيين وفارقين في منتخب قوي زي منتخب المغرب رابع العالم. وطبعا ما ننساش التعاقد مع مدربين زي فايلر ومن بعده موسيماني، اللي كانوا عوامل أساسية في رجوع هيبة وتغيير وضع الأهلي من تاني بعد فترة لم تكن الأفضل في تاريخ النادي. الإدارة اللي قدرت تتعاقد مع أهم صفقة في تاريخ الأهلي كله، وهي مارسيل كولر، المدرب اللي قدر في فترة قصيرة جدا يصنع تاريخ ومجد مع النادي يتخطى تاريخ أندية كاملة. كل الصفقات دي تمت وفي نفس الوقت قدرت تحافظ على أعمدة ونجوم الفريق زي الشناوي ومعلول وشوبير وأكرم وهاني، ومعاهم قفشة والشحات وياسر وربيعة. دي إدارة ما ينفعش بعد كل ده حد يقول فاشلة، إلا لو شخص أعمى أو جاهل أو قابض فقط لا غير. نعترف أن في تقصير، وده مضايقنا كلنا بعدم إتمام صفقات كتير، وده أكيد زي أي مكان في الدنيا. ولجنة التخطيط دي هي احنا شايفينها النقطة الوحيدة السوداء في عصر الأهلي الآن. لكن كلمة فشل دي من رأينا هي ظلم واضح وسط كل النجاحات والبطولات والإنجازات اللي الأهلي بيحققها واستمرار في الفترة الأخيرة دي. احنا مش بنحجر على رأيك، احنا بس بنقول رأينا الشخصي، نختلف نتفق دي بتاعتك، انما احنا هنفضل دايما داعمين للأهلي وإدارته، وأي تقصير هيتم معالجته إن شاء الله. كل الدعم لكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته، كل الدعم لكولر والجهاز الفني واللاعبين بالكامل، وإن شاء الله نحقق بطولات وإنجازات تانية تفرح جمهورنا. ودايما المستحيل ليس أهلاوي. قبل ما نختم حلقتنا فضل وليس امرا تعمل لايك للفيديو ومشاركه للقناه وتعلق بذكر الله، والى اللقاء في حلقه جديده من قناتكم قناه محمد الحشاش عاشق الكيان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.